وكلماتهم في بيان مقام التفكر وعظيم شأنه وجليل قدره كثيرة ومتعددة. ومن ذلك قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله قال: ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر. وقال الحسن البصري رحمه الله: الفكر أبو كل بر وأمه ومفتاح خلال الخير كله. وقال رحمه الله: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال قتادة رحمه الله: من تفكر في نفسه عرف أنما لينت مفاصله للعبادة. وقال سهل: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: تفكروا واعلموا من قبل أن تندموا، ولا تغتروا بالدنيا، فإن صحيحها يسقم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم، إلا أن الناس قد تابعوا بين الدراهم والدنانير، وليس لامرئ من شيء خير مما نوى وقدم. وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادات. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة، لأنهم أدركوا مقام التفكر وعلو شأنه ورفعة منزلته وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاحا.